بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنتكلم على أسلوب من أساليب السياسة الغربية في المنطقة، وهو إزاي يضرب الإسلام في القومية، أو بالإيديولوجيا الإسلامية يضرب القومية. الفكرة دي تبعها الإنجليز بداية من القرن التسعتاشر، لكن في القرن التسعتاشر كانوا بيضربوا القومية في الإسلام، لأن كانت الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية كانت بتحكم على مطية دينية، يعني بتمتطي الإسلام. هم طبعا ما كانوش بيقتربوا من الإسلام بشعر حتى، ولكن هم كانوا بيمتطوا الدين، وكانوا هم الرافعين شعار الايه الخلافة الإسلامية. كانت الدولة العثمانية بتحكم حكم ملي. هم كانوا زي ما حضراتكم أو التاريخ بيقول إن هم كانوا عبارة عن رعاة غنم. وراعي الغنم دايما الدكتور جمال حمدان موصفهم توصيف دقيق جدا في كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير. بيقول فيهم ان الامبراطورية العثمانية خدت من فكرة رعاة الغنم ان راعي الغنم عنده ان هو بيقسم الخرفان او الغنم بتوعه لقطعان، ما بيخليهمش قطيع واحد، لا بيقسمهم لقطعان عشان يسيطر عليهم ويشغل عليهم الكلاب عشان تحرس هذه القطعان. طبعا الكلاب هم الانكشارية، والقطعان الخراف دي كانت الدول العربية. الدولة العثمانية كانت سياستها تحكم حكم طائفي، يعني بتقلب الطوائف على بعض. الدروز طبعا إقليم الشام هو كان أكثر إقليم بيتعرض لظلم والمذابح على يد العثمانيين من خلال تقليبهم على بعضهم. المارون ضد الدروز، الدروز ضد العلويين، العلويين ضد السنة، السنة ضد الشيعة، وهكذا. كانت دي فكرة الدولة العثمانية في الحكم. بسبب الظلم اللي كان داير استطاعت انجلترا وفرنسا يستميلوا الاقليات والطوائف دي. بعد كده لما سقطت الدولة العثمانية، شوف يعني الإنجليز راعوا القومية العربية عشان يضربوا الدولة العثمانية اللي بترفع الإسلام. وبس أقول لكم إن العثمانيين كان عندهم المواطنة درجات، يعني المسلم التركي نمرة واحد، المسلم غير التركي نمرة اتنين، المواطن اللي بيعيش في الدولة العثمانية وغير مسلم ده نمرة ثلاثة. وبالتالي كان بيسهل على الدول الغربية ضرب هذا التنظيم. بعد كده لما وقعت الدولة العثمانية وبدأت مشاعر القومية، بصوا بقى، الغرب أي وحدة وأي تكامل هو يخش يضربه بالحاجة المضادة ليه، وما بيألفش حاجة. هو يعني فكرة إن الاستعمار مش بيجيب حاجة جديدة، لا هي في حاجة موجودة بيبتدي يستخدمها هو لمصالحه. لما مشاعر القومية بدأت تظهر فترة العشرينات والثلاثينات، وبدأ طبعا المطالبة بالاستقلال، لأن كان طبعا ثورة 1919، وكان بعد كده أول دستور مصري، وإن مصر كانت بتعتبر دولة مستقلة. طبعا كان الإنجليز موجودين في القناة، لكن مصر كان ليها رمزها وعلمها وعلاقاتها الدولية كدولة مستقلة. بدأ هو هنا بقى يرعى فكرة الإسلام السياسي، لأن الإسلام السياسي بالنسبة له هيضرب في القومية على أساس إن الإسلام دعوة عالمية بلا جسد بلا جسد وطني أو جسد قومي، وبالتالي هيقف قصاد القومية. طبعا هو خد الموضوع ده ملاحظ جدا جدا في الفترة الناصرية، لأن هو كان أساس الفكرة الناصرية اللي هي دعوة للتحرر القومي، إن وطن وقومية وناس عايشة على هذه الأرض من حقهم يبقى ليهم إرادة مستقلة، وإن مش من حق أي دخيل خارجي يسيطر أو يفرض إرادته عليه. وبالتالي كانت القومية أداة تحررية، وخاصة تحررية مع اليسار. يعني إيه اليسار؟ اللي هو ضد الإمبريالية الغربية ومصالح الرأسمالية الغربية. فبدأ هنا هو يلاقي في استخدام الإسلام السياسي ضربة للقومية، بدليل اللي هو عمله في إيران
في إيران كان في رئيس وزراء اسمه محمد مصدق، وكان رئيس وزراء قومي جدا، وأمم صناعة النفط. قوم رجال الدين الشيعة عليه وعملوا ثورة عشان يسقطوا محمد مصدق، وفعلا أسقطوه. اللي كان بيدعم كل جماعات الإسلام السياسي، وطبعا بموافقة ودعم من دول في الخليج كانت بترى ان جمال عبد الناصر، طبعا جمال عبد الناصر هيبقى ليه حلقات مخصصه، لان كانت من احد اخطائه ان هو خوف النظم العربيه منه. احنا لما انت بتدعو للقوميه لازم تحتوي الانظمه العربيه، ما ينفعش يخافوا منك، لان هم لما خافوا منك دعموا ايديولوجيا الاسلام السياسي. وعايز اقول لحضراتكم فكره الاسلام السياسي، مثلا الدكتور جمال حمدان بيقول في الاسلام السياسي الحميد وفي الاسلام السياسي الخبيث. الاسلام السياسي الخبيث ده اللي بيضرب في القوميه، انما الاسلام السياسي الحميد اللي بيدعم القوميه. فكره ان انا اعمل دوله اسلاميه تحتوي كل هذا الاقليم من اول المغرب لشرق اندونيسيا، الدكتور جمال حمدان بيقول ده هوس وتعصب ديني وجهل، لانها دوله جسد متضخم ومترهل حتى في صدر الدوله الاسلاميه. بدايه من الدوله العباسيه، كانت فتره الدوله العباسيه متعدده النواة. ده معناه ايه؟ معناه ان الاسلام دين قومي، دين يهمه تحقيق المصلحه العامه والعداله. ودي فكره حضاريه الاسلام. الاسلام قادر على تقديم الوظيفه الحضاريه، اللي هي ايه الوظيفه الحضاريه؟ ان انا اقدم نموذج مثالي للحياه الانسانيه، القيمه العليا بتاعته العداله. الدكتور حامد ربيع بيتكلم في الحته دي، بيقول ايه؟ بيقول انه هو الغرب او الاستعمار من الاساليب اللي بيستخدمها في استعمار هذه المنطقه ادخال القوميه العربيه او اذابه القوميه العربيه في فكره الاسلام السياسي. زي ما قلنا الدكتور جمال حمدان بيقول لك هيبقى جسد كبير متضخم بدون نواه مركزيه. واي امبراطوريه كان يعني في من عوامل نهضه وسقوط الامبراطوريات ان كل ما الامبراطوريه بتكبر المركز بيضعف في ان هو يسيطر على الاراضي، زي ما قلت لحضراتكم. طيب امتى بدا فكره الاسلام والقوميه يختلفوا عن بعض؟ القوميه العربيه طبعا بالذات، لان القوميه العربيه هي قلب الدولة الإسلامية أو الإسلام الحضاري. إنه أول نموذج سياسي كان النموذج العربي، وظل الإدراك العربي هو المسيطر على الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية اللي هي ليها مرجعية حضارية إسلامية حتى دخول العثمانيين مصر، وابتدى العرق التركي أو العنصرية التركية تعلو وتبقى هي المرجعية الرئيسية وليس الإسلام العربي. هو هنا لما في القرن ال19 لما كان الإنجليز بيدعموا فكرة القومية العربية، كان بيدعمها ضربا في الدولة العثمانية. وطبعا الدولة العثمانية لأن العرق التركي عرق عنصري بطبعه، كان عندهم ظهرت حركات كتير زي الاتحاد والترقي ومصر وتركيا الفتاة، ودي كانت بتدعو لسيادة العرق التركي والعنصر التركي، وكانت بترى ان العرب زي ما قلنا من شويه عباره عن خراف، وان العنصر التركي هو العنصر السامي، اشبه بالفكره الصهيونيه شويه، ان هي الفكره العنصر التركي او المرجعيه التركيه كمرجعيه اعلى، او الجنس الآري زي ما كان بيؤمن هتلر والنازيه. فالدكتور حامد ربيع حذر في الحته ديت، لانها هتتسبب ان انا لما ادخل الاسلام والقوميه في تضاد مع بعض، الاثنين هيرهقوا وهيتمكن الغرب من الدخول داخل الاقليم ويخلق فتن وطوائف كل واحد ليه مرجعيه مختلفه عن الاخر، بعيدا عن ان احنا عايشين في وطن واحد وبترعانا قوميه واحده هي القوميه العربيه. الرئيس عبد الناصر زي ما قلنا من شويه كان فكرته عن الاسلام السياسي طبعا بيمثل في الاخوان، والاخوان ليهم لو قرينا التاريخ بتاعهم في الصدام مع جمال عبد الناصر والصدام مع فكره القوميه العربيه،
كان صدام بيغذيه الاستعمار، لأن الاستعمار فكرته في الحتة دي إن هو مش عايز جسد واحد يقابله، لازم يخلي الجسد ده عبارة عن جزئين. طيب الجزئين دول ممكن يعادوه فعلا، يعني هو مش بيخلق من الجسد واحد موالي ليه بطريقة مباشرة أو عميل مباشر، لا هو عميل غير مباشر. إزاي؟ يعني الاتنين بينال الاستعمار منهم أذى، ولكن الاتنين متضادين لبعض، فياخدوا ياخدوا مجهود من بعض كبير جدا. طيب عملوا كده فين؟ عملوا كده مثلا زي في المغرب والجزائر. المغرب والجزائر بالرغم ان هم قوميه عربيه، حتى الاثنين فيهم امازيغ، الاثنين مسلمين، لكن مجهودهم رايح في الصدام والصراع اللي بيغذيه الغرب دائما علشان ما يتوحدوش. طيب عملوا كده فين تاني؟ عملوا كده في فلسطين. وموضوع فلسطين بالذات، التجزئه والانقسام السياسي اللي موجود طبعا، عشان تبقوا عارفين ان حماس وفتح خرجوا من نفس البطن، يعني في نفس الفتره. لكن اسرائيل كانت في البدايه مش عايزه حركه فتح، لان حركه فتح كانت هي اللي معبره عن القوميه والاستقرار والتحرر الوطني. حركه حماس كانت ايه؟ مرجعيتها الايديولوجيا الاسلاميه، وهو كاسرائيل يرتاح جدا ان الاثنين ياخدوا من بعض الباور بتاعهم، وبالتالي هو يقابلهم دايما في موقف قوه. ان شاء الله احنا هنكمل على الموضوع ده، لان فكره الاسلام السياسي وهل هو متناقض مع القوميه ولا لا. انا قبل ما انهي عايز اقول لحضراتكم على كلمه مهمه جدا، ان فكره القوميه اللي جت من الغرب، الناشونال او النيشن، لما نشات الدوله القوميه، نشات الدوله القوميه في الحضاره المسيحيه الغربيه كمضاد للكنيسه، لان الكنيسه وفساد الكنيسه وسيطره البابوات والتحكم في السياسه باسم الدين خلت القوميه عنده قوميه ترفض تدخل رجال الدين في السياسه. وبدات فكره اخراج الدين من السياسه، كانت بقى بداوا يتطرفوا، يعني كانت هي بتستهدف الاول رجال الدين، وبعد كده فرنسا في البدايه طبعا تطرفوا شويه في العلمانيه، وبقت اخراج الدين من الحياه. ولو انهم بعد كده رجعوه، هنقول رجعوه ازاي. لكن انا بتكلم عليا انا هنا كوطن عربي، الدين متغير اساسي، يعني عنصر ثابت في الحركه القوميه والحركه الحضاريه بتاعتي. وبعدين انا كمان ما شفتش فكره الكنيسه، الاسلام ما فيهوش رجال دين. فان انا اقول ان القوميه علمانيه وان الاسلام ما ينفعش يبقى قومي، لا هو الاسلام قومي. وبعدين فكره عايز اقول لكم بقى حضراتكم في الحته دي حاجه مهمه، ان الاسلام لابد ان يتحرك من خلال العربيه والعروبه، لان العربيه لغه التواصل الاساسيه لاي حضاره. يعني هو بيقول لك ايه؟ ان اللغه عباره عن الوجه الفكري للحضاره. يعني الحضاره دي بتتواصل ازاي داخلها ومع الاخرين؟ عن طريق التواصل اللي هي الرموز والاشاره اللي هي اللغه. فالعربيه هي لغه القران ولغه فقه الشريعه كمان. فالاسلام بالنسبه لانتشاره وتمدده لابد ان يعتمد على العربيه كلغه تواصل. كمان العربيه ما تقدرش تتحرك بدون الاسلام. طب ليه؟ لان العربيه ما فيهاش منظومة قيم. الإسلام هو اللي أمد العروبة بالحضارة، هو اللي أمدها بأول ممارسة سياسية تعبر عن حضارة حقيقية، اللي هي فكرة العدالة، فكرة الشورى، فكرة الأمانة. الإسلام داخل القرآن في نماذج للتعامل، في الحقوق، في المواريث، في الغش يعني في كل النماذج السلوكية اليومية اللي المسلم بيتعامل فيها مع المسلم أو غير المسلم داخل ديار الإسلام. وفي كمان نماذج للتعامل مع غير المسلم في خارج الدولة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية. يعني هو بيقول لك ولا تعتدوا وقاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني أنت ما تحاربش إلى اللي عايز يحاربك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لهم. فالإسلام أمد العروبة والعربية بمنظومة القيم ونماذج للتعامل والسلوك اليومي، وكمان أمد العروبة بالوظيفة الجهادية والوظيفة الكفاحية
تنفيذ هذه الرؤية الحضارية. الإسلام ليس فيه إرهاب. اللي شوه الإسلام وجعله عن طريق أدوات الإسلام السياسي الخبيث زي ما قلنا الاستعمار وبعض الدخلاء من الموجودين معانا في أوطاننا، اللي رغبتهم في السلطة ورغبتهم في العمالة للخارج شوهوا الإسلام وجعلوه دايما في خندق الدفاع عن نفسه بسبب ارتباطهم بالأعمال الإرهابية، اللي لو شفنا الأعمال الإرهابية هنلاقيها كلها أو 95% داخل الديار العربية وعلى جسد أبناء الوطن العربي ودماء وأشلاء الوطن العربي وأبنائه. إن شاء الله هنكمل زي ما قلنا لحضراتكم في الموضوع ده، وأتمنى ما تزهقوش مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.